ايوه، وصلت الشقة اهو. هقعد فيها شوية كده لحد اما اظبط حالي. مش قادر اقعد في البيت والله خالص. المهم ما تنساش الحاجة اللي انا عايزها منك، انا محتاجها منك ضروري. بس انا ارد على معاملته واكلمك تاني عشان قاعد بيرن عليا من الصبح. يلا سلام، استناك بكره. يلا سلام. الو. ايوه تاني. بكلمك مش بترد عليا. معلش معرفتش ارد عليك، كنت مشغول شويه بس. مش فاضي ايه يا عم؟ مش انت خلاص فركشت واللي كان وراك راح؟ ما خلاص يا عم، ما تزعلش قوي كده. انا عارف ان انت الموضوع ده مزعلك، خصوصا ان انتوا كنتوا تعرفوا بعض من كتير جدا، وان انتوا كنتوا خلاص هتتجوزوا، كنت بتحبها. بس خلاص بقى النصيب، هنقول ايه؟ اسمه نصيب. طب هتعوز حاجه؟ عشان بس جاي تعبان وعايز انام. اكلمك تاني، سلام. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. برج البرولوس مدينة صغيرة موجودة في محافظة كفر الشيخ. لو بحثت عنها هتلاقيها بلد جميلة جدا، فيها بحر وبحيرة كلها ألوان ورسومات وحاجات جميلة، والأخبار بتقول إنها في حالها. وأكبر خبر مهم فيها مثلا إن المحافظ في البلد، أو إن الأناديل طلعت على الشط، وأكيد الناس فيها طيبة. بعد اللي عرفته عن البلد دي، إيه أكتر حاجة وحشة ممكن تيجي في بالك؟ خليني أقولك قبل ما تفكر إن أوحش حاجة ممكن تيجي في عقلك المريض بيحصل أوسخ منها 100 مرة في البرولوس، وهوريك. اللي هحكيهولك ده حصل عندنا في البلد، في البرولوس. صاحبي هنقول عليه احمد مثلا عشان محدش يعرفه، او هو مش عايز حد يعرفه. كان فاضل على فرحه الشهر بالظبط، ومرة واحدة كل حاجة اتفركشت. تسأل اي حد هيقولك اسمه نصيب، محدش في ايده حاجة من اللي حصلت، او احنا كنا فاكرين كده. بس يا ستي كده كل الصور اللي تصورناها في الحياة كلها موجودة على الفلاشة دي بس. ماشي، بس الفلاشة دي هتبقى معايا. الله، ما تبقاش معايا انا ليه؟ بسيطة، علشان يعني الفلاشة ده غالي عليا شوية. والله العظيم يسوى عندي اكتر بكتير مما تتخيل، بس عشان خاطرك المرة. والصراحة انا مش عايز الصور، انا عايز الاصل. ها الاصل الاصل. يا طب يلا، عشان اللي انت قلته ده بقى انا هرمي الفلاشة دي من الشباك. خلاص يلا قوم. خلاص والله ما كنتش قصدي، انا اسف. لا معايا انا، تبقى معايا انا.
لا هتبقى معايا انا. احنا ما صدقناهوش في الاول، قلنا يمكن بيهزر او عايز يضحكنا او يعمل او يخوفنا او كده. بس لما الموضوع بدأ يتكرر معاه، صاحبنا عمر، هنقول عمر، جه قال له انت لازم تروح تشوف شيخ. قال له طبعا ايه يا ابني الهبل ده وبتاع، اكيد دي كوابيس او كده. بس احنا كنا خايفين من حاجة ممكن تبقى حصلاله. قعدنا نتكلم معاه، يا ابني روح شوف شيخ، اكيد في حاجة من دي. قال لنا طبعا ما كانش مصدق، ايه الهبل الحلط ده، اكيد دي مش حاجة حقيقية. قلنا له انت مش مصدق ان في جن وعفاريت وحاجات من دي؟ قال لنا انا مصدق، بس في البلد عندنا في البرولوس ناس طيبة، هيطلع منهم ايه يعني؟ حد هيعمل لحاجة، حد هيعمل لحد حاجة يعني؟ صعب. شدينا عدال بعض واتخانقنا، لان احنا شايفينه داخل على حاجة مش كويسة وهو مصدقش. براحته، بس مش هنسيبه برضه. يا عم ما كانوش كلمتين ولا حاجة. يا عم ولا في بالي، بس اللي حصل امبارح هو اللي مخلينيش اعرف عنه. ايه اللي حصل لك؟ مش عارف، كنت داخل من الباب لقيت. طب انا اخش الحمام كده واجي. تفتح عم زياد في ايه؟ نام ده ولا ماله ده؟ عم زياد يا جدعان، عم زياد يا ابني كلمني الشيخ بسرعة بسرعة. ورحنا للشيخ، واللي خايفين منه حصل. طلع معمول له سحر اسود وعمل في البلد. طبعا احنا ما صدقناش، ازاي حاجه دي تحصل في البلد؟ الشيخ قال لنا البلد مليانه. قلنا له طب ازاي بيحصل ده ازاي؟ قال اغلب الناس بيعملوها ويدفنوها في التراب، اي تراب من التراب اللي موجوده عندنا دي، ومحدش بيعرف. قلنا له طب ايه العمل، ايه الحل؟ قال لنا احنا هنعمل جلسات عشان نطلع الجن اللي عليه ده. طبعا احنا بدأنا نخاف ونترعب، ازاي دي حاجة تحصل؟ احنا مش مصدقين لحد دلوقتي، صاحبي مش مستوعب، احمد مش مستوعب. الشيخ بدأ يحاول يهديه، يقول له اهدى وان شاء الله كل حاجة تتحل وبتتحل عادي. وقال له وحاول يهديه وسأله انت بتصلي؟ صاحبي قال له تقريبا بقطع، تقريبا ما بيصليش. قال له لا، انت لازم ترجع تصلي، ربنا في ايده، بس هو لوحده اللي في ايده الشفاء من الحاجة دي، وهو اللي ممكن يحميك من اللي هيحصل لك بعد كده. وعطاله ازازة مية كده، الازازة دي قال له اتوضى وصلي بيها وما تفوتش ولا فرض، وان شاء الله هنحاول نعمل الجلسة دي ونحاول نطلع عليك اللي ممكن يبقى عليك ده.
احنا لسه ما نعرفش ممكن يعمل فيك ايه تاني. احنا مفكرين ان ممكن الموضوع يتحسن، بس ما كناش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ قال لنا البلد مليانة. قلنا له طب ازاي بيحصل ده؟ ازاي؟ قال اغلب الناس بيعملوها ويدفنوها في التراب، اي تراب من التراب اللي موجودة عندنا دي، ومحدش بيعرف.
صاحبي راح للشيخ ده وقال له الحقني يا شيخ، انا ما بقيتش مستحمل، بقى بيحصل لي حاجات وبقيت بشوف حاجات ما بقيتش قادر، تموت، الحقني باي حاجه، او على الاقل قول لي مين اللي عامل لي كده عشان اروح الشيوخ طبعا ما بيرضوش يقولوا حاجه من دي عشان الاذى ما يكبرش، بس اللي فهمه ان هو حد قريبه، حد يعرفه، حد وصل ان هو يعمل له الحاجه دي من قريب. انت متخيل؟ انا كزياد اللي ما كنتش متخيل ان في حد يعرفك كويس، حد كلت معاه عيش وملح، حد قريبك، حد بتبص له كده ومش مستني منه اي حاجه وحشه، وتوصل بيه الوقت ان هو ممكن يعمل لك كده. انت متخيل ان حد مش عايز يشوفك احسن منه، مش عايز يشوفك مبسوط في حياتك، يعيشك في عذاب طول حياتك ويحطك في حاجه انت مش متخيل، حتى لو حاولت اوصلها لك انت مش متخيل ايه اللي بيحصل، انت مش متخيل الاذى وكم من الحاجات اللي بتشوف تموت تجنن اللي بتحصل له ده كله علشان ما يشوفوش احسن منه، عشان ما يشوفش حد مبسوط. مستنيه بقى من صاحبي ده بعد كده؟ مستنيه علشان يوقف الألم اللي بيحصل له ده، وقف العذاب ده كله، هيعمل أي حاجة حتى لو الحاجة دي هتغضب ربنا، ما قداموش غير الو. ايوه يا زوزة، ازيك؟ اخس عليك يا زوزة. معلش يا حبيبتي كنت تعبان شويه. حبيب قلبي يا سيودة، عايزه اطمن عليك في البرد. انا عامل قافل، باخد بالك من نفسك. يعني الحق عليا، زعلانه عشانك وعايز اسمع صوتك. اضرب امبارح ما تردش عليا، طول النهار الشبكه مفيش، طول النهار غير متاح. محضرك السمانة اهو يا عم، ما تيجي ومحضرك كل حاجة اهو، تيجي بالسلامة. عايز اعمل لك أكلة سخنة في الشتاء كده تدفيك. عايز اطمن عليك في البرد. انا كويس يا حبيبتي، انتوا اللي عاملين ايه؟ يا حبيبي كل دفي نفسك، اهم حاجة زورك، دايما دفي نفسك وكل كويس. انت هتيجي امتى ان شاء الله؟ باكل شوية كده وهتلاقيني راجع على طول. خد بالك بقى من نفسك وروعك برد يا وزاد عليك. بتبقى حاجة واحدة،
الحاجة دي أصعب حاجة ممكن تشوفها في حياتك. أنا ما بقتش بعرف أنام بسبب اللي أنا شفته في الحقيقة. أنت هتشوف حاجة؟ أرجوك 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 ابعد ابعد ابعد. ومن عاد فينتقم الله منه. بسم الله. قل أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم أن أغادر هذا الجسد. أن أغادر هذا الجسد ولن أعود. بسم الله. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. لكن اسمع أعاهدك، اسمع أعاهدك، لو عدت هذا الجسد مرة أخرى سأنتقم منك انتقاما شديدا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان. صرف بالله من الفم. صرف.